السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن علا غانم وموضوعها وفضيحتها مع جوزها قدام ل 11 عام. بس قبل ما نبدأ في الموضوع يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، ويا ريت ما تنساش اللايك. تحدثت الفنانة علا غانم عن الكثير من المفاجآت، وده أثناء حلولها ضيفة في برنامج صبايا الشمس مع الإعلامية ريهام سعيد المذيعة لقناة الشمس في الظهور الأول ليها إعلاميا بعد خروجها من المستشفى عقب إصابتها بارتجاج في المخ. وكشفت علا غانم أثناء حادث مفاجأة من العيار التقيل، وهي إن جوزها كان بيصورها فيديوهات دون علمها منذ اليوم الأول لزواجهم، بل وأرسل بعضها لها حتى يقوم بتهديدها. وأضافت علا غانم إن زوجها هددها بإنه سوف يقوم بتدمير مستقبلها وصورتها قدام جمهورها وأولادها وأزواجهم، وهيجعلهم يكرهوها، بل إنه حاول إنه يتهمها في شقيقه وأحد أقاربه اللي بيقيم في مصر، لذا سوف تقضي على هذه الاتهامات الخاصة بالشرف. وكانت علا غانم تصدرت الترند الأسابيع الماضية بعد أن وجهت رسالة للمجلس القومي للمرأة بتستغيث من زوجها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام. وتعرضت علا غانم لوعكة صحية أسفرت عن دخولها للمستشفى نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ وكسور ونزيف داخلي، واتهمت زوجها بضربها.